بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لم يعتمد القرآن الكريم أسلوبا واحدا لإيصال رسالته إلى الناس من خلال القصص القرآني، بل تعددت أساليبه وتنوعت، فهو حينا يعتمد أسلوب الحوار، وحينا آخر يعتمد أسلوب ضرب الأمثال، وتارة أخرى يعتمد أسلوب التربية النفسية والتوجيه الخلقي، إلى غير ذلك من الأساليب التي لا تخفى على من تدبر وتأمل كتاب الله العزيز. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في القصص القرآني. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نحييكم بأجمل تحية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الحلقة 15 من البرنامج القرآني القصص القرآني. باسمكم أعزائي المشاهدين نرحب بأجمل ترحيب بالضيوف الكرام، الشيخ الفاضل محمد خليل العساف، عضو مشيخة المقارئ العراقية، إمام جامع اليقظة. نشكرك على الحضور يا شيخ، وإن شاء الله تكون هذه الحلقة مميزة وماتعة ومفيدة للسادة المهتمين والمشاهدين. والترحيب موصول إذا أخونا الشاب القارئ الشاب أسامة عبد الفتاح محمد. إن شاء الله نسمع من أخونا أسامة آيات طيبات من الذكر الحكيم. شيخ تسمحوا لنا نسمع أخونا أسامة ثم ندخل إلى موضوع هذه الحلقة الطيبة إن شاء الله. تفضل عيني أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. ما شاء الله يا أسامة، هاي التلاوة الطيبة، أحكام الطيبة، ومن طلاب الشيخ ما شاء الله أحكام طيبة، بارك الله فيك. نحن طبعا نفرح كثيرا ومن خلال هذا المنبر الموصلية، قناة الموصلية، والله ندعو كل شاب مثل أسامة أصحاب الأصوات الطيبة أن نعرض أصواتهم للسادة المشاهدين والمستمعين حتى يشوفون أنه اكو مواهب عندنا بالموصل، مواهب طيبة إن شاء الله. ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نحن على استمرار إن شاء الله كل فترة نعرض لنا شاب من الشباب حتى الناس تسمعوا هاي إمكانية طيبة. شيخ ما شاء الله موضوع شيق وجميل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني هذا المجال مجال تربوي جميل. الكلام لكم شيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل لجنابكم على هذا البرنامج الشيق الطيب الذي يعرف المستمعين والمشاهدين بأنبياء الله تبارك وتعالى. والشكر موصول إلى قناة الموصلية التي تواكب مثل هذه البرامج الطيبة التي من خلالها يتعرف المشاهد الموصلي بالخصوص وبالعموم جميع من يتابع هذه القناة الطيبة ويتعرف على هذه البرامج. وجزاكم الله خير الجزاء على هذه البرامج التي متواصلة دائما، البرامج القرآنية وعن القراءات وما إلى ذلك. جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله بك. نحن بنشكر جميع المشايخ من ضمنهم أخونا الشيخ محمد خليل عساف، يعني هؤلاء الذين يسعون، ولولاهم ما نجحنا طبعا. الحمد لله الدعم الجميع، وإن شاء الله دائما مستمرين بهذه البرامج الطيبة، ونسأل رب العالمين القبول إن شاء الله. اللهم آمين. نعم شيخ. طبعا الإنسان بطبيعته يحب سماع القصص ويطرب لها. لماذا؟ لأن القصة بحد ذاتها تجعل الإنسان يتأثر بأحداثها، ولهذا السبب شحن الباري سبحانه وتعالى كتابه العزيز بالعديد من القصص أو من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم السابقة. وعلى من يستمع للقصص القرآنية أو يقرأها عليه أن لا يمر عليها مرور الكرام، بل عليه أن يأخذ منها العبر والعظات كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وطبعا في هذا الزمان أصبح الناس لا يقرؤون كثيرا، ولكن جاءت هذه البرامج
التي لا تأخذ من وقت الإنسان الكثير. أنا يعني أحث الجمهور على متابعة هذه البرامج حتى يتعرفوا على أنبياء الله سبحانه وتعالى، على هذه الشذرات الطيبة التي تقدمونها. نعم، ويأخذون منها الدروس والعبر. نعم. والمواعظ طبعا. وطبعا القصص يعني قبل أن ندخل في الموضوع، القصص في القرآن الكريم لها أسلوب خاص. هذا الأسلوب يتسم بالصدق في الخبر، الواقعية أنه يطابق الواقع، عرض النتائج بشكل لا يتوهم الشك أو الاحتمال، الحجة البالغة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نحن بصدد قصة من القصص القرآنية، صاحب هذه القصة أشهر من نار على علم، إنه سيدنا لقمان الحكيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أو بالأحرى لنسميها الإرشادات والنصائح اللقمانية. جميل. نعم. طبعا سيدنا لقمان قد الكثير لا يعرف من هو، من أين هو، من أي منطقة، من أي بلد. هو لقمان ابن ياعور، أو ما يعرف بلقمان الحكيم. وقيل بأنه ابن أخت سيدنا أيوب عليه السلام، وقيل بأنه ابن أخت خالته. وقد كان سيدنا لقمان عليه السلام من أهل سودان مصر، وكانت مهنته خياطا، ومنهم من قال أنه كان نجارا أو راعيا. على كل أيا كانت المهنة، الذي يهمنا هو وصاياه الكريمة الحميدة. ويشار إلى أنه عاش في الحقبة التي عاش فيها سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. طبعا اختلف العلماء في سيدنا لقمان، أهو نبي أم غير نبي؟ والغالب وهو قول يعني الجمهور أنه غير نبي، وأجمعوا على أنه رجل صالح مرهف الحس دقيق الإدراك، قد أفاض الله تبارك وتعالى عليه من فيوضاته، فأجرى على لسانه ينابيع الحكمة. وهناك أيضا قول أن الله تبارك وتعالى خيره أن يكون نبيا أم أن يكون حكيما، فاختار الحكمة لأنها أسهل، ورأى أن مسألة النبوة صعبة ومسؤولية، وخاف أنه يعني لا مثل ما نقول بالعام أنه ما يطلع من هذه المسؤولية، فاختار الحكمة وأصبح حكيما تفيض على لسانه الكثير من الحكم. طبعا العلماء ذكروا صفة سيدنا لقمان عليه السلام، أنه كان أسود اللون، جمله الله تبارك وتعالى بالسواد، غليظ الشفتين كأهل جنوب إفريقيا، لكنه مع ذلك أبيض القلب نقي السريرة، تخرج من بين شفتيه الحكم الرقيقة والمعاني الدقيقة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. نظر الله تبارك وتعالى ليس إلى الأجساد ولا إلى الشكليات، ولكن ينظر إلى القلب. بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه وأبو لهب كان عم النبي، ومن أجمل هذا المقياس عند الله سبحانه وتعالى هو القلب. نعم. هو القلب. نعم. طبعا سيدنا لقمان سأله أحدهم، وقد يعني تبسط معه في الحديث، قال له: ألم تكن عبدا تخدم فلانا؟ وهذا ما نسمعه بكثير من الناس عندما يرون إنسان فقير مثلا والله تبارك وتعالى يعطيه ما يعطيه، يتكبرون عليه. يتكبرون. قال: بلى. قال: فبما أوتيت الحكمة؟ يعني هذه الحكمة من جدتك؟ قال: باحترامي قدر ربي، وأداء الأمانة فيما وليت من عمل، وصدق الحديث، وعدم تعرضي لما لا يعنيني. وأركز على مسألة عدم تعرضي لما لا يعنيني، التدخل في شؤون الناس وفي الأمور التي لا تعني الإنسان، يعني هذا مما يحجب
يعني الفيوضات والإمدادات الإلهية عن هذا الإنسان. طبعا هذه الصفة التي ذكرها عليه السلام كافية لأن تكون منهجا لكل مؤمن، ولأن ينطبق صاحبه أو ينطق صاحبها بالحكمة. لذلك وصل سيدنا لقمان إلى هذه المرتبة الكبيرة العظيمة، وهو العبد الأسود، فآتاه الله الحكمة مباشرة، وهو ليس نبيا ولا رسولا، وسميت إحدى سور القرآن باسمه، وهذا شرف عظيم. أكيد. أن الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الرجل الصالح وهو أسود اللون قد سمى اسمه أو سورة من سور القرآن، هذا القرآن العظيم الخالد، باسم سيدنا لقمان، يعني سورة من لاسمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا هذا يدلنا على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله تبارك وتعالى وأخلص في طاعته فإن الله يعطيه من فيضه الواسع، فيكون له ذكر في مصاف الرسل والأنبياء. يروى من حكمة سيدنا لقمان عليه السلام أن سيده أمره أن يذبح له شاة، وهي القصة طبعا مشهورة بين الناس، ثم يأتيه بأطيب مضغتين فيها. قال له اذبح لي شاة وجيب لي أطيب ما فيها. قال فذبح الشاة وجاء بالقلب واللسان. الله. أتاه بالقلب واللسان. وفي اليوم التالي قال له اذبح لي شاة وأتني بأخبث مضغتين فيها، فجاءه أيضا بالقلب واللسان. سبحان الله. فسأله ألم تأتي بهما بالأمس، على أنهما يعني أطيب مضغتين في الشاة؟ قال بلى، فليس شيء أطيب منهما إذا طابا، الله. ولا شيء أخبث منهما إذا فسدا، إذا خبثا. نعم. ولنعد إلى ما نحن بصدده لنتعرف على هذه الوصايا والإرشادات والمواعظ التي يعني وجهها سيدنا لقمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وجهها لابنه، والتي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. طبعا ما شاء الله الوقت أدركنا، إن شاء الله فاصل ثاني ندخل إلى هذه الوصايا الطيبة. تسمحون يا شيخ ناخذ فاصل ثم نعاود نسمع أخونا أسامة ثم نكمل هذه الحلقة الطيبة. أعزائي المشاهدين مستمرين معكم في القصص القرآني، ولكن بعد الفاصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين والقصص القرآني مع هذه القصة الجميلة، وصايا سيدنا لقمان في القرآن، مع الشيخ الفاضل محمد خليل العساف والشاب القارئ أسامة عبد الفتاح. نسمع أخونا أسامة إن شاء الله ثم نعاود إلى تكملة هذه الحلقة. تفضل عيني يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم. بارك الله بك يا أسامة، هاي تلاوة طيبة، أحكام طيبة ما شاء الله. نحن دائما نقول الاهتمام بالأحكام مهم جدا. بعد الأحكام يجي النغم وهاي المقامات الطيبة. نكمل هذه الحلقة الوصايا اللقمانية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كما سمعنا من الفاصل الأول والثاني من الآيات التي تلاها علينا، هذه الآيات المباركات الوصايا اللقمانية، قال الله تبارك وتعالى في بداية هذه الآيات: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فإذن الله سبحانه وتعالى هنا هو الذي آتى سيدنا لقمان الحكمة، والحكمة يعني مادة حكمة تدل على وضع الشيء في موضعه. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة ضرورية لكل إنسان أن يتعلمها. ثم يعني يعطينا الحق سبحانه وتعالى نموذجا للحكمة التي آتاها سيدنا لقمان عليه السلام: أن اشكر لله. الله. هذه هي الحكمة الأولى في الوجود، لأننا إن شكرنا الله تبارك وتعالى على ما قدم لنا قبل أن نوجد، وعلى ما أعطانا قبل أن نسأل، وعلى ما هدى جوارحنا لتؤدي يعني مهمتها، إذن إحنا أدينا حق هذه النعمة. والشكر لله تبارك وتعالى يكون على ما قدم لنا من النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم التي نتمتع بها هي من قبل الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعطينا الحق سبحانه وتعالى طرفا من يعني حكم سيدنا لقمان التي رواها لنا القرآن الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. طبعا هناك فرق بين أن يتكلم الإنسان مع عامة الخلق وبين أن يتكلم مع ولده
فالابن هو الإنسان الوحيد في الوجود الذي يود أبوه أن يكون الابن أفضل وأحسن حالا منه. أكيد. هذا كل الآباء يتمنون أنهم يعني يرون في أبنائهم الأفضل والأحسن، حتى أفضل منه. وأفضل منه، نعم. ويتمنى طبعا الأب أن يعوض ما فاته في نفسه في ولده ويتدارك فيه ما فاته من خير. طبعا يعني وصى سيدنا لقمان الحكيم ابنه بوصايا جمعت بين أصول العقيدة والشريعة والأخلاق وتعظيم قدرة الله تعالى ونفاذ إرادته في خلقه وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما نزل من المصائب والاتصاف بلين الجانب والابتعاد عن التكبر والتحدث إلى الناس بلطف مع خفض الصوت والابتعاد عن الغلظة في الكلام. وصايا جليلة لابد أنه لنا أن نعود إلى هذه السورة أو هذه الآيات ونقرأها بتمعن ونقتبس منها هذه الأخلاق التي نحن بحاجة إليها في زماننا هذا. وأول عظة من الوالد للولد: لا تشرك بالله. لا تشرك بالله، وهذه تعتبر هي قمة العقائد، لذا يعني بدأ بها فسيدنا لقمان عليه السلام يريد أن يصحح لابنه مفهومه في الوجود، وأنه لا معبود بحق إلا الله جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، فلا يحق للإنسان أن يشرك بعبادته مع الله أحدا. يعني هذا قمة الظلم، تعتبر أكيد. قمة الظلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أغدق عليك وأنعم عليك ثم تعبد غيره. هو الشكر قمة العبودية. لذلك طبعا. يقول سيدنا لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم ماذا يعني؟ يعني نقل حق الغير إلى الغير، نقل حق الغير إلى الغير، وقمة الظلم ومنتهاه أن تأخذ حق الله وتعطيه لغير الله سبحانه وتعالى. يعني ألا ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم ضجوا لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقالوا: يا رسول الله، ومن منا لم يخالط إيمانه ظلم؟ فهدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من روعهم وطمأنهم أن المراد بالظلم، يعني المراد بالظلم هنا ظلم يعني القمة، يعني الشرك بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله. إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. هنا سؤال: أهذه وصية من وصايا سيدنا لقمان أم هي كلام جديد من الله تعالى جاء في سياق كلام سيدنا لقمان؟ سؤال جميل منطقي. نعم. قالوا هو من كلام الله سبحانه وتعالى بدليل قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طبعا هذا يعتبر من التكريم، يعني من التكريم لسيدنا لقمان أن الله تبارك وتعالى ساق هذه الوصية بعد وصيته لابنه، فجاءت وكأنها حكاية عنه عليه السلام. طبعا الوصية بالوالدين بالذات أخذت رقعة واسعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي هذه الآية ذكر علة الوصية فقال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وهنا على وهن معناته ضعف على ضعف. لذا يعني كان للأم الحظ الأوفر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. فقال صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فأعطى كل منهما على قدر ما قدم. يعني الأم هي التي تعبت كثيرا، طبعا الأب أيضا له، ولكن الأم يعني مسألة الحمل
يعني هذه مسألة أخرى يعني لا يتحملها إلا هذه الأم التي يعني أعطت ما أعطت لأولادها. وفصاله في عامين، أي إرضاعه وفطامه يكون في عامين. ثم يقول المولى سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الشرك. وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله الله. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والوصايا كما هو معلوم لدى الجميع، الوصايا بالوالدين تكررت كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال في موضع آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. آيات كثيرة في القرآن كثيرة. دائما يوصي الله تبارك وتعالى الأبناء بالوالدين. وفي الحديث الشريف: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد. وكذا في أبواب الجرائم. والله الشيخ نحن نريد نقف فينا بعد إذنكم على بر الوالدين ولو دقائق. في زماننا هذا ما شاء الله نداء يكون للشباب. سبحان الله، نحن كلنا نعيش أمور ونسمع أمور ونشاهد أمور من خلال التواصل الاجتماعي، أنه سبحان الله أكو عوائل ما تعلم شنو بر الوالدين. شوف، يعتبر الأم شيء عادي، يزعلها ما يزعلها، والآب وكان. يعني نحن نريد نبعث رسالة مهمة. نحن مع الأسف يعني أكو عوائل ما متربية تربية القرآن، تربية إسلامية، لأن هذا البعد عن الدين يولدنا مشاكل كثيرة جدا. نعم. لو الولد يقوم من يكبر يعرف أنه منزلة الأم منزلة خاصة، مرضاة الرب من مرضاة الأم. هاي الأمور إذا الأب والأم يفهموها الولد، ما يفهمون، هم يعانون بعدين بالاخير، هم يعانون بالضبط. الاب والام يعاني من هاي المساله، انه الولد ما يعرف انه يمكن، ولا يعرف انه اذا انت زعل والدتك او والدك الله يعني مثلا يدخلك للنار، ولا يعرف شو زي معلوم. لازم نبعث رساله من هذا المنبر من خلال جنابكم يعني يا شيخ. اقول لجميع الشباب ولجميع الابناء، اذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي الذنب أعظم؟ قيل: الشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. يعني عقوق الوالدين من أعظم الجرائم، من أعظم الذنوب. فيعني بر الوالدين عمل يستشفع به لدفع البلايا والمصائب. إذا تريد الله سبحانه وتعالى يدفع عنك البلاء والمصائب الله عليك ببر الله الوالدين. الله. وكلنا نعرف يعني أن الثلاثة أصحاب الغار الذين آووا إلى غار، واحد منهم وانطبق عليهم الغار، يعني سقطت صخرة من أعلى الجبل وسدت باب الغار، ويعني قال: اسألوا بأرجى عمل عندكم. فكان أحدهم يعني كان عمل أحدهم بره بوالديه. الله. أحدهم كان عنده أرجى عمل، أعظم عمل، سأل الله سبحانه وتعالى بأن يفرج عنه بهذا العمل اللي هو بر الوالدين. سيدنا أويس القرني الذي كان به برص دعا الله فشافاه من البرص بسبب بره بوالدته. الله. والنصوص يعني كثيرة في هذه متضافرة ومتكاثرة. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا أمرا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بعدين ماذا قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. طبعا يعني طاعة الله سبحانه وتعالى فوق كل طاعة. ثم طاعة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تعتبر من طاعة الله عز وجل، وهي فوق أيضا كل طاعة. فإذا أمراك بأن تشرك بالله سبحانه وتعالى هنا ليست هناك طاعة. ما أكيد. إذا الوالدان أمرا
ابنهما بالشرك هذا ليس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن مع هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يحق للابن أن يخرج من مصاحبتهما. يعني ما معنى أنه هذول مثلا الأب والأم كانوا يأمرون الابن مثلا بالشرك أو عدم طاعة الله سبحانه وتعالى، هنا لا طاعة ولكن تبقى المصاحبة المعروفة. هذا ديننا العظيم يأمرنا بهذا الأمر. نعم، مع الأسف يعني مثل ما تفضلتم ما نراه اليوم ونسمعه عن عقوق الوالدين ما يندى له الجبين، هذا يضرب أمه وأباه أو يطردهم من البيت إلى آخره. ودور العجزة خير شاهد على ذلك، خير شاهد على ذلك. اللي يريد يشوف هذه المشاهد التي يندى لها الجبين يذهب إلى دور العجزة ويرى الأمور التي حقيقة تدمي القلب. نساء كبار بالسن الابن تاركها لأنه الزوجة ما تقبل أنه تعيش وياهم. فهذا يعني هذا الإنسان يعني هل سيوفق في حياته؟ لا، لن يوفق. والله سبحانه وتعالى يعني قرن حقه بحق الوالدين فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويستمر السياق ويأتي سيدنا لقمان عليه السلام ليقرر لابنه قضية أن الله يعلم الغيب، وأن الله يطلع على السرائر، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل قريب من العبد، وأن الله بعلمه سبحانه وتعالى وبشهوده وبحسابه وباطلاعه يعني على العبد. وهذا يعتبر من صميم عقيدة المسلم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهذه هي الوصية الأخرى من الوصايا اللقمانية. يقول: يا بني إن تسترت وراء الجدران فالله معك، إذا تسترت بالحيطان فالله يراك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. يعني انظروا إلى هذا الوصف الدقيق وتأملوا في وصف الله سبحانه وتعالى. والخردل هي يعني حبة صغيرة جدا. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني صخرة مخفلة وهي داخلها أو في السماوات أو في الأرض، يعني ملقاة في البحر أو في البر يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. وهذا وصف عجيب دقيق. إذا كان مثقال حبة من خردل يأتي بها الله عز وجل، فكيف بمن سجلت حسناته وسيئاته في سجلات؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جل جلاله عز وجل. ما شاء الله يا شيخ. دائما هاي الأمور التربوية مهمة جدا والله، خاصة في زماننا هذا. أعزائي المشاهدين، دائما معكم في القصص القرآني والوصايا اللقمانية في القرآن الكريم، ولكن بعد الفاصل.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين والقصص القرآني مع الوصايا والإرشادات اللقمانية في القرآن الكريم. نكمل هذه الحلقة الطيبة. نسمع أخونا أسامة ما تيسر له من الذكر الحكيم، ثم نعاد إلى تكملة هذه الحلقة. تفضل عيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله بك. هذا مقام الصبا الطيب وختامها صبا. ما شاء الله. طيب، روح الصبا طيب. هاي آيات مناسبة لهذا المقام الشجي. نكمل هذه الحلقة يا شيخ، تفضل. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تعرفنا على بعض الوصايا لسيدنا لقمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، نأتي إلى الوصية الأخرى وهي الوصية بالعبادات. فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة،
طبعا قضية الصلاة في حياة المسلم هي قضية الإسلام والدين، وهي أكبر قضية بعد كلمة لا إله إلا الله. التوحيد، نادى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر زاد الداعية وزاد المسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن أقامها أي الصلاة يعني أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. والصلاة هي يعني معراج المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا عذر لأحد في تركها إلا لمن فقد عقلها. يعني مع الأسف الآن احنا نجد كثير يعني والله يعني مسألة سبحان الصلاة الله، عنده مسألة نحن كل وصية لازم نقف عليها وقفة بهذا الزمان. نعم. يعني الصلاة عوائل كثيرة والله. الصلاة أمر ثانوي جدا. يعني هناك عوائل ما تعرف ايش معنى الصلاة، ماكو صلاة، سجادة ما عندهم بالبيت. يعني إذا الأب ما يصلي والأم ما يصلي اعتيادي الأبناء طبعا نحن دائما نقول شيخ والله بيوت ليس فيها قرآن، صدقت، وإذا قرآن ولا يعرفون يعني شنو هذا، وليس فيها سجادة للصلاة. نعم. يعني هاي بيوت ايش يعني انه هاي هذا بيت مسلم. هذه البيوت مليئة بالمشاكل طبعا وبالشياطين، مليئة بالظلمة، يا ستار مليئة يا لطيف. لأنهم يعني مبتعدين كل الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. ويجي الأب والأم من يكبرون يشتكون من الأولاد، والله ابننا ما يسأل علينا، والله ابننا. وهذا هو السبب. هاي التربية، هي التربية الأساسية. أنت تزرع وأنت تحصد. ازرع خير. أنت من تشوف الطفل أجي أصلي، أعلمه على الصلاة، أطلع على الجامع، إنه يعني هذا الجامع مكان مهم. يعني هناك آباء أو أمهات بمنأى عن تربية أبنائهم. يعني مثلا أنه الله سبحانه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وأمرنا بأن نأمر الأبناء بالصلاة. علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع. إذا لابد أنه للأب أو للأم أو يعني من هو مسؤول عن هؤلاء الأبناء أن يعلمون أبنائهم الصلاة وهم صغار، يتعاهدوهم. يعني مو عما يصير عمره 20 سنة يقول له والله أنت ليش ما تصلي؟ أنت السبب، الأب هو السبب، السبب في ذلك. فإذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج يعني متكامل، منهج رباني، وما ينطق عن الهوى. هذا السبب أنه قال علموا أبنائكم الصلاة وهم أبناء سبع. هذا من باب أنه يعني التعليم والإرشاد والتعويد. فإذا ما كبر هذا الابن أو هذه البنت الأمر صار عندهم يعني من ضمن حياتهم، أصبحت الصلاة أكيد من ضمن حياتهم الأولوية. يعني الأشياء المهمة جدا هي الصلاة عندهم. سبحان الله، قلنا كل وصية سبحان الله تحتاج إلى حلقات إلى وقفة. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا من خصائص الأمة المحمدية. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو على مستويات طبعا بقدر أكيد. المصلحة. نعم، بقدر المصلحة. وهذه وصية مهمة والله. نعم، وصية مهمة سبحان الله. وصايا يعني كلها يعني تضرب لمجتمعنا. وصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم أن تكون للكل وحسب أكيد. كل واحد حسب استطاعته وبالحكمة. نعم. قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، والصبر مفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. بعد ذلك ينتقل بنا سيدنا لقمان بوصاياه المباركة إلى السلوك والأدب، فيقول لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس، تكبر. والصعر يعني داء يصيب الجمل
في عنقه فيصبح مسعورا دائما، يعني يمشي كذا يرفع رأسه للأعلى. وهذا شأن المتكبرين، يقولون أحمق الناس المتكبر، فهو يرى، هو يشوف الناس لا شيء، وهو أتفه الناس حاشاكم لديهم، فهو يتعالى على الناس. ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. وجزاء المتكبر أن يحشر يوم القيامة في صورة الذر يطأه الناس بأقدامهم يوم العرض الأكبر. والمتكبرون قال وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أوردوا غصبا إلى النار هانوا على الله فاستاءت مناظرهم يا ويحهم من مناكيد وفجار. ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري. تروى وتشبع من سيماء طلعتهم بوصفهم ذكروك الواحد الباري. وهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى وأحبابهم. قال ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني امشي مقتصدا إلى حاجتك، يعني بتأودة وسكينة وخشوع. والله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء العباد الذين هم هذه أوصافهم الطيبة، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما. يقول يا بني لا تفعل هذه الأفعال، يا بني حياة الإيمان أعظم، يا بني المؤمن منظم في الحياة، يا بني هناك آداب لا بد أن تسلكها، فهذا هو ديننا الحنيف. قد ضبط مشيتنا وضبط كلامنا وضبط بصرنا وضبط جميع حياتنا. فسبحانه سبحان الله ما أعظمها من وصايا علينا أن نطبقها في حياتنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الوصايا العظيمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك يا شيخ. والله هذه الحلقة ما شاء الله نتمنى أن أكبر عدد من المشاهدين يرون هذه الحلقة إن شاء الله يأخذون منها العبر والمواعظ والدروس، لا فقط أن نسمع. نسأل الله عز وجل أن ونقول الله والله وما نستفاد من هذه الحلقات، لأن هذه حلقات نوصل رسالة واضحة إلى أبعد ما يكون في العالم. هاي فضائية ما شاء الله الموصلية تصل في أوروبا وفي أبعد ما يكون. نتمنى أنه الناس تسمع وتأخذ الدروس والمواعظ والعبر من هذه الأمور إن شاء الله نحن والسامعين إن شاء الله. يا رب. اللهم آمين. في ختام هذه الحلقة باسمي وباسم قناة الموصلية ومشاهدي قناة الموصلية لا يسعني إلا نقدم جزيل الشكر لأخونا الشيخ الفاضل محمد خليل العساف، عضو مشيخة المقارئ العراقية في نينوى وإمام جامع اليقظة. نشكركم جزيل الشكر يا شيخ. نلتقي إن شاء الله بمناسبات دينية قادمة. والشكر موصول إذا الشاب المبدع أسامة عبد الفتاح محمد، ما شاء الله تلاوات طيبة، ونتمنى لك إن شاء الله مزيد من العطاء وتجميل هذا الكتاب بصوتك الجميل. وأنتم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة. نلتقيكم في حلقات قادمة من القصص القرآني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.